هي الحياة ممكن تتكرر؟ ده فلاديمير بوتين رئيس روسيا، وده لويس الثاني عشر رئيس فرنسا في القرن ال16، وده الممثل المشهور كيانو ريفز، وده شبهه بالظبط ممثل قديم جدا، ودي الممثله المعروفه آن هيثواي، وده جوزها آدم شولمان. بالمناسبه هو شبه بالظبط ويليام شكسبير، واللي برضه لما دورت وراه لقيت مراته كان اسمها آن هيثواي، وشبه آن هيثواي بتاعت دلوقتي. وده شاب ارجنتيني اسمه ماتياس دي ستيفانو، والشاب ده قال ان هو عاش ايام القدماء المصريين في الحضاره المصريه القديمه، وعارف سر بناء الهرم بالصوت. بس ايه علاقه كل دول بالحضاره المصريه القديمه وسر بناء الاهرامات؟ الحلقه دي فيها كميه صدمات رهيبه، وخصوصا طريقه بناء الاهرامات. بس لما دخلت وتعمقت اكتر ودورت اكتر طلع ان في حاجات تصدم اكتر بكتير. يلا بينا فلنبدأ. تخيل انك مش بس عايش النهارده، لا تخيل انك فاكر وبالتفاصيل الممله حياه عشتها من الاف السنين، مش مجرد احلام او خيالات، لا انت فاكر لغات وعلوم وتكنولوجيا احنا لسه بنحاول نفهمها لحد دلوقتي. ده بالظبط اللي بيقوله ماتياس دي ستيفانو. الراجل ده مش جاي يحكي اساطير، هو بس بيقول جمله واحده مرعبه: انا فاكر. بيقول ان ذاكرته مفتوحه على السجلات الاكاشيه، ودي زي الارشيف الكوني اللي متسجل فيه كل لحظه مرت على كوكب الارض. بس الحكايه المره دي فيها جزء